السلام عليكم ورحمة الله. نتمنى إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، تكونوا بصحة جيدة. اليوم إن شاء الله غنشارك معكم تلبية الطلب ديالكم، الروتين ديال واحد مرة كنحاول نديرو مرة في 15 يوم. بسم الله على بركة الله. أول حاجة أنا هنا مخلطة واحد الخلطة اللي فيها فيها البودرات أو هاد الأعشاب اللي كتعالج الشعر، يعني كتعالج الفروة ديال الشعر، تساقط الشعر إلى آخره. كيف ما كتشوفوا أنا دايرهم هنايا في قرعات وسد عليهم في واحد البلاكار باش ما كتدخلش ليهم الضوء، باش يبقاو مزيانين. كاينه آملة، شيكاكاي، النيم معروف بأنه مزيان جلدة، كاينه كابور كاشلي، كاين لوختي اللي هي الحريقة. مهم كاينين شي كلمات بالهندية لأن كيجيو من الهند أغلبية ديال هاد الأعشاب هادي. وكاينه حتى هذيك البودره ديال يعني البرتقال. انا مخلطاهم كاملين هنايا، كناخذ شويه 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 من الحاجه كنخلطهم باش كيجيني ساهل، باش ما نعجزش انني نستعملهم. المهم كنحاول نسهل عليا الامور. فملي كندير الحنه انا عندي واحد شويه ديال الشيب، حيت شحال هادي كان نقص عندي ديال شحال يعني سنين هادي نقص. انا بداني الشيب وانا صغيره، نقص ديال البيدوز هو اللي كيدير الشيب، نقص البيدوز او لا كانت المساله الوراثيه. حنا ما عندناش مساله ماشي وراثيه عندنا، او كيكون نقص ديال النحاس. المهم كندير الحنه، انا كندير الغاجاستون، كندير الحنه كندير منها واحد الكميه كبيره، وكندير هذوك الاعشاب اللي كيعالجوا الفروه ديال الشعر. انا الا جلست غير شهر ونص ولا هذا ما درت والو، كيتخربق ليا البياش ديال الشعر ديال الجلده ديالي، يعني قدر تولي فيها القشره، تقدر يعني انا ولفت هذا الشيء. وكان ملي كنديرهم كنحس بالجلده ديال الشعر ديال يعني الفروه ديال الشعر تتعالج. فانا كندير هاد المرحله الاولى كندير معها الماء طيب. هادي راه ممكن تخمروها الا بغيتوا، الا كان عندكم الوقت. انا ما عنديش الوقت، ما خمرتهاش لان بغيت ندير كلشي في مره هاد النهار، يعني كلشي كنخصص واحد النهار ديالي، لان حتى يعني بالنسبه للنفسيه مزيان ان تهتمي براسك مره. وكدرت شويه ديال الحامض باش كتطلق، تزيد تطلق لان ما خمرتهاش. وغالبا صراحه ما كنخمرهاش، ما كيكونش عندي الوقت. هي لا بغيتي تخليها وقت اقل من الاحسن انها تخمر، لا بغيتي تخليها وقت اقل في الشعر. فانا كندير معها لويل اسونسيال ديال لاغبغاتي. انايا لي زويل اسونسيال زيوت الاساس انا ما عنديش الحساسيه ديالهم، كنتحملهم، كنعرف كيفاش نستعملهم. بحال دابا مثلا لاغبغاتي مزيان لفروه الشعر، حتى هو كيحيد القشره، كيعالجها الى اخره. ممكن ديري حتى الا كان كيضرك راسك ولا كان ضرك راسك هذاك النهار، تقدري ديري لا مونط بوافغي، حتى هي غادي تحسي بالانتعاش. ولكن لا مونط بوافغي من الاحسن ديريها فاش يكون سخون الحال، لان هي فاش كديري تحسي بواحد البروديه. المهم انا درت شويه ديال لالوي فيغا باش كيكون الترطيب كذلك. دابا هاد الخلطه هذه مع فيها واحد العشوب، فيها ديك كابور كاشلي، فيها الكيمو، فيها فاش كتغسلي ما كتحتاجيش انك ديري يعني ما كتحتاجيش انك ديري شامبوان ولا كيبقى لك داكشي عالق في الشعر. غير هي فاش تشريو دوك البودرات شريوهم اللي كيكونوا مطحونين مزيان. بحال دابا انا علاش كناخذ في امازون، حيت هما عندهم داكشي مطحون منيل، ما كيبقى لكش في شعرك. فاش كتشري شي حاجه ما مطحوناش مزيان، راه ملي كتبغي تغسلي ما كتبغيش تحيد لك من شعرك. المهم انا غندير هنايا واحد الماسك، دابا راه صافي طبقتها على شعري. وهنا غادي ندير واحد الماسك الوجهي، كندير فيه هنايا الطين الابيض. هذا كيبيض، يعني ماشي غادي يبيضك، يعني انت مثلا غادي يخلي لك اللون ديالك، يعني من كثره ما كتستعمليه كتحصلي على اللون ديال البشره ديالك الطبيعي. فيه عرق السوس، راكم معروف بودره ديال عرق السوس، انا حتى هي خديتها غير في امازون باش كتكون مطحونه مزيان. كاين فيه لاغجيل بلونش باش هي تنقي وتحيد الشوائب من البشره. وكاين فيه هذا الورد لانه مهدئ البشره، درت واحد شويه ديال الورد. وهادشي كله غادي نجمعو ان شاء الله بالماء ديال الورد. ممكن ديري الماء ديال البابونج الى اخره. وهنا بغيت ندير هاد الماتشا، دير منها ماشي ضروريه في الماسك، يعني غير تقدري تستغني عليها. اللي ضروري في الوصفه اللي بغيتي تبيض هي عرق السوس،
الطين الابيض، الورد، هادو ضروريين. الماتشا هنا كتعالج البشره، يعني تقدري تستغني عليها. صافي. وكنجمع هادشي كيف قلت لكم بالماء الورد، هو اللي باش نجمع هادشي. تقدري تجمعيه بالماء ديال البابونج الى اخره. صافي. وخاص ضروري فاش تبغي تديري هاد الماسك هذا خص يكون قشره غليظه وما تخليهش ينشف. وجهك من قبل تغسليه مزيان باش هادشي يعطيه. انا بالي هنا باقي هذا زدت فيه شويه ديال الماء ورد. وفاش ديري واحد الكوش اللي غليظه شويه، وفاش يبان لك شي بلاصه بدات كتنشف، لان باش ما تخرج لك السوائل وتخرج لك الترطيب اللي كاين عندك في الوجه، فرشيها بالماء ورد. رشيها بالماء ورد. لا بغيتي تخليه واحد المده، يعني ممكن تخليه ربع ساعه 10 دقائق. انا خليته ربع ساعه، ممكن 10 دقائق 5 دقائق على حسب. المهم خاص ضروري ما تخليش الشعر ديال البشره ديالك تنشف. اللي ممكن تزيدي الا بغيتي اللي كيتحمل، ممكن ديري شويه ديال الكيفير. علاش الكيفير ولا الخميره البلديه؟ حيت الكيفير فيه اسيد لاكتيك، وهذاك الاسيد لاكتيك كيبيض حتى هو، ولكن ماشي كلشي الناس كتحمله. هذا الخليط اللي قلت لكم يعني كيليق لجميع انواع البشره، يعني واخا تكون البشره ديالك حساسه، غير ما تخليش ينشف. المهم باش نربح الوقت ويكون عندي الاعتناء كامل، فهنا غادا ندير الماء سخون مع لو سيل ديبسوم. عرفتوا السيل ديبسوم غني بالمغنيسيوم، ففاش كديري فيه رجلك كتحسي برجلك خفافو، كتحسي بواحد الراحه، كتحسي براسك خفافيتي. المهم انا غندير معاهم حتى الخزامه، هذا الويل اسونسيال ديال الخزامه، ندير شي 5 نقطات هكاك. وغدا ندير كذلك البيكربونات باش نكسفولي لابو ديال الرجليه، يعني باش نحك رجلي او ميم طون. مهم باش نربح الوقت دايره الماسك فوجي ودايره الحنه حتى هي. وهنايا راني درت لكم واحد الريل في انستغرام، هذا لو اوكسيجيني هو والتيتري. الا بغيتو هاد لو اوكسيجيني اش كيدير؟ كتاخذوه من اي فارماسي، كينقي الا كانوا الضفار ديالك كيصفاروا ممكن ينقيهم، ولا كان عندك حتى فطريات الله يحفظ الضفار حتى هما كينقيهم. ومن بعد تديري هذاك الويل اسونسيال ديال لاربغاتي اللي هو التيتري. المهم دابا غادا ندير المرحله الثانيه. صافي راه تقريبا نهار كامل طبيعه الحال رانا قضيت يعني شي حويجات وداكشي في الدار، ماشي بقيت غير جالسه. المهم من بعد هذا النهار هذا انا استغليته، يعني تهليت في راسي في نفس الوقت نقيت الدار، يعني اللي كاين شي حاجه خصها تقضى ودرتها. وانا سبحان الله ما شاء الله زعما وانا ناشطه، لان هذا الشيء سي سيانتيفيك، يعني فاش كتعتني براسك راه كتطلعي المورال ديالك سبحان الله. لمجرد انك كتاخدي واحد الصح انه كتبداي توجدي في داك الشيء، السيرفو ديالك كياخذ واحد المعلومه بانه راه كتوجدي ليه باش توجدي الجسم ديالك باش يرتاح وغادي، يعني سبحان الله كيبدا الارتخاء من وانتي كتوجدي هذاك الشيء. بطبيعه الحال الله يحسن العوان اللي عنده وليدات صغار في الدار ومساليات وداك الشيء، الله يحسن العوان. ولكن واحد الوقيته يكونوا في مدرسه ولا شي حاجه حاولي ديري هذا الشيء. بالنسبه لهنا العمليه الثانيه، يعني حيت انا باش هنا ندرق الشيء فكندير لانديغو. انا وليت كندير يعني تجربتي مع لانديغو وليت كنديرها بلا حتى شي حاجه، كندير معها غير لي زويل اسونسيال لان ريحتها شويه يعني فيها بحال الربيع. كندير لي زويل اسونسيال وكندير معاها شويه ديال الملحه باش يعني كتقبط لي في شعري. كندير معاها الماء طيب. صافي هادشي اللي كندير، وكنديرها ما كنخليهاش واحد المده طويله، يعني ساعتين 3 سوايع على حسب، يعني على حسب الا كنت كندير هادشي دائما يعني كل 15 يوم ما كنحتاجش نخلي 3 سوايع ساعتين صافي كتغسليها وتتزول. هنا غندير واحد الخلطه ديال الزيوت فيها الزيت ديال الجرجير اللي هو لاغوكات، وفيه الويل دو غيسان اللي هي الخروع، وفيه واحد الزيت اللي سميتو الويل دو شيبي.
هادشي كله انا خديته غير في امازون. مهم بالنسبه لي زوي ليسونسيال على حسب انتي دابا شنو الاحتياج ديالك. بحال مثلا انا غادا ندير زيت ديال الغوماغا اسينيول، هو هذا اللي خاص باللي بغا يديروا على قبل تساقط الشعر، ومن بعد لي زويل الاخرين غادا نديرهم على قبل باش يعطيو ريحه زوينه. يعني هاد الخليط هذا خاص بالتساقط الشعر. هاد الوقيته ديال افريل مزيان انك تعالجي الشعر فيها. صافي، وغادا ندير انا ايلونغ. المهم غندير دي زويل اللي فيهم الريحه اللي كتعجبني انا، اللي زويل ليسونسيال تعجبني انا يا الريحه ديالها. نقدر ندير شويه ديال الخزامه، نقدر ندير واحد القطرات يعني من ديال القرنفل. مهم بحال مثلا الزيت ديال الغوماغا انا درت منه تقريبا شي 9 ديال النقطات في 30 مليلتر، والاخرين كندير عي 2 قطرات اللي باغا نديرو معي على قبل الريحه. بصراحه قرنفل راه مزيان الشعر. هنا هذا الماسك بغيت نقول لكم بان اللي بغى يعني شعره يخرج بيه ديك الساعات، مهم اللي بغات شعرها يكون جاهز، يعني يكون جاهز ديك الساعات، فممكن ديري هذا الماسك. يعني فاش تغسلي داك لانديغو تغسليه وتسالي، ديري واحد شويه ديال الماسك في التحت وهذا باش كيولي ديك الساعات يعني تقدري كيولي شعرك جاهز. هو كينقص واحد شويه يعني اللون. من الاحسن انا كنفضل حتى ديري هذوك ملي تغسلي شعرك وديري هذوك لي زويل. فاش غير تغسلي شعرك ديري هذوك لي زويل، خاصه الا درتي في هذوك الزيوت درتي معاهم حتى لا غبغاتي، حتى اللي كيدير لي اللي كتكون عندها شويه ديال الحساسيه كيبقى ياكلها الجلد ديالها. فهذوك لي زويل كيحيدوا هذيك المشكل. كتمشي لفروه الراس وكديري فيه هذوك لي زويل وكتخليه حتى الغد ليه. عاد كتغسلي شعرك بالشامبو طبيعي من الاحسن، وعاد الا بغيتي ديري هذا الماسك كديري هذا الماسك. المهم هذا الشيء كله الا تبعتيه انا كنقول لك التجربه ديالي، داكشي اللي كندير. واخا انا راه دايره فورماسيون في هذا الشيء يعني، ولكن انا كنقول لك داكشي اللي كندير انا، يعني ماشي درت فيديو غير هكاك. يعني هذا الشيء كله انا هكا. هذا هو الغيتويال ديالي اللي من سنين وانا كنديرو. اتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم عجبكم، والى فيديو جديد ان شاء الله. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمه الله.